احنا هنوريكم كده ازاي بنقطع الكرنبه وبننضفها. نشيل الراس دي بتترمي، نحط السكينه كده ما بنحاولش ننزل السكينه لتحت عشان ما تقطعش الورق، بنخليها ايه نص كده، نص بس السكينه يكون داخل في الكرنب. تطلع بالشكل ده. ممكن لو ما طلعتش كلها مره واحده زي كده بنشيل بقيتها كده. بدأت اهي الورق يبان اهو زي ما حضراتكم شايفين، وهنحطها دلوقتي في الميه عشان نسلقها. هنا الميه معانا اهي سخنه وبتغلي، هنحط فيها معلقه ملح ومعلقه كمون. والكرنبه زي ما احنا شفناها اهو هنحطها كده مقلوبه، ونستنى عليها 10 دقايق مش اكتر او 5 حسب سرعه البوتاجاز عندك. اول ما تغلي هنقلب الكرنبه على الناحيه التانية وهنبقى مع بعض وشايفين. هنا بدأت اهي تغلي، اول غلوه واحده بس اما اشوف الميه كده غلت اقوم قلباها بالطريقه دي. ما نسيبهاش يا جماعه اكتر من 5 دقايق عبال ما تغلي، بس اول غلوه او 10 دقايق بقول حسب النار بتاعه البوتاجاز بتاعي كده اهي. نستنى عليها برضو دقيقتين بالعدد. هبدأ اهو اطلع الورق بالطريقه دي في ميه ساقعه. طلع الورق اهو، بيبقى سهل معانا خالص نفس الطريقه اهو في ميه ساقعه. تاني في ميه ساقعه علشان لو حطيناه سخنه فوق بعضه هيتهري. في نفس الوقت احنا كده برضو بنغسله، ربما تكون في الكرنبه من الداخل حاجه برضو الله اعلم. والورق يفضل سليم معانا وجميل وما بيتهريش ولا اي حاجه. مش كله يمسك بايده زي كده، انا عشان ايدي واخده على المطبخ مبتفرقش معايا يعني. انتوا بقى ممكن تمسكوا باي حاجه غير. حطوا في ميه ساقعه ونطلعه من الميه الساقعه اهو كده. ممكن لو تحت الحنفيه بيكون افضل طبعا. نرصه بالطريقه دي فوق بعضه كده عشان يسهل علينا توضيب الورق بالمنظر ده. ده مقص يا جماعه، انا جايباه للمطبخ بس عشان يسهل عليا بدل السكينه. نستخدمه بيبقى اسرع واسهل. نمسك الورقه كده بتاعه الكرنب بالمنظر ده اهي زي ما انتوا شايفين، بنتنيها نصين كده
ونقص ده، نطلعه كده، نقوم تانيينها كده تاني بس، ونقوم اهي قطعينها بالمنظر ده نصين، ونبدأ نقطع ونرص كده على قد الصباع، نقطع ونرص فوق بعضه عشان يسهل علينا لما نيجي نحشي، يسهل علينا كده بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين اهو. الورقة على قد الصباع، لو بتحبي الصباع كبير اعملي الورقة كبيرة، يعني ممكن ورقة تانية نجربها عشان نتعلم اهو. نشيل ده كده زي ما قلنا، ونتنيها كده ونقصها كده اهو، ونعمل الورقة بالمقاس اللي احنا حابينه. انا عن نفسي بحبها كده مقاس ده. انتوا حابين تعملوا اكبر زي كده مثلا، ممكن اكبر من كده براحتك خالص، حسب ما ايدك تقدر تلف الصباع عادي اهو. ممكن نعملها كبيرة كده لو حابين. وبنخلصه بقى كله بالطريقة دي واحنا نرصينه، وبعد ما اخلص برضو انا هوريكم بنلفه ازاي. في نفس الحلة اللي سلقنا فيها انا فضيتها وشطفتها، وبرضو هعمل التقلية بتاعت الطماطم فيها. كوباية زيت، انا عشان هعمل الكرومبة كلها بحط كوباية زيت صغيرة زي دي المقاس ده، عشان انا هعمل الكرومبايه كلها النهارده. انت بقى حسب راحتك، لو مش هتعملي الكرومبايه كلها ممكن تقللي، يبقى نص كوبايه زيت، هيبقى نص المقادير بالظبط اللي انا هعملها. بصلايه كبيره، انت برضو ممكن تقللي تحطي بصلايه متوسطه. لو هتقللي المقادير بنقول لو انت هتعملي النص بتاع الكرومبايه بس. احنا مش بنحمر هنا البصله، احنا بس هنخليها مجرد ان هي ايه تدبل شويه، ما بنحمرهاش. بقول تاني اهو، انا ما بعملش الاكل مسبك، انا بعمل الاكل شبه ني شويه، علشان انتوا عارفين ان الكرنب يعني تقيل اصلا على المعده، والمسبك ده بيتعب المعده، فاحنا بنحاول بقدر الامكان نخليه خفيف ونبسط الامور يعني على ست البيت. زي ما احنا شايفين اهو البصله ما احمرتش، دبلت بس. هنحط بقى عليها دلوقتي الطماطم، كيلو طماطم، مش شفشق كده على طول، ما تضحكوش يعني، احنا بلدي. هنقلب ونغطي عليها ونسيبها لحد تتسبك، بس مش تتسبك قوي برضو. وبعد كده هنبدأ بقى نحط لها التوابل مع بعض، وهنبقى نشوف برضو ازاي ان شاء الله. هنبدأ نقص الخضرة بتاعت المحشي اللي هي الشبت، شكله كده عشان في ناس بتتلخبط بين الخضرة ما تعرفش شكلها. ده الشبت، ده كده معانا البقدونس، ودي الكزبرة، هي قريبة للبقدونس شوية بس بتبقى فاتحة في اللون عن البقدونس. هنحط شبت وبقدونس وكزبرة وقرنين الفلفل دول عشان احنا بنحبه حامي، اللي ما بيحبش الحامي ما يحطش براحته. احنا هنقصه برضو بنفس الطريقة بسرعة كده صغير، المقص برضو ذاته اللي انا عملت بيه قدامكم الورق بتاع الكرنب للتسهيل، علشان السكينة بتاخد وقت وبتتعب، فانا بسهل على نفسي عشان المحشي كذا خطوة، فانا بيسر الامور كده على نفسي يعني الطريقة دي.
زي ما احنا شايفين الخضرة هنقص كل الخضرة بنفس الطريقة دي. والفلفل برضو اهو بنفس الطريقة بالمقص على طول علشان ما يقربش لعينيكي ولا تقربي لأي حاجة ممكن الفلفل يكون حامي على الجلد. انا ماشيه معاكي كده خطوه بخطوه في محشي الكرنب، وهوريكم برضو ازاي احنا هنحط الخلطه دي الخضره دي على الطماطم اللي عصرناها اما تتسبك، وهنعمل الخلطه برضو مع بعض وهنشوف كل خطوه بخطوتها ان شاء الله. كده القوطه بدات اهي معانا تنشف شويه عن ما حطيناها قدامكم كده. هنبدا نحط التوابل: كزبره، شطه، فلفل اسود، ملح، كمون. كمون كتير شويه عشان المحشي بيحب الكمون. نقلب التوابل ونبدأ نضيف الخضرة اللي هي شبت، بقدونس، فلفل متخرط معاهم، كزبرة خضرة. اللي مش عايز يحط فلفل بلاش. كيلو رز، كيلو ده حسب احتياجك انت. انا حاطه قلت قبل كده عشان انا هعمل الكرنبايه كلها. هنقلب الخلطه بتاعتنا نسيبها تبرد، وبعد كده هتبقى جاهزه ان شاء الله على الحشو بتاع المحشي كده. بس نظبط الملح بتاعها برضه. وكده ان شاء الله بعد ما تبرد شويه نبدا بيها نحشي الورق بتاع الكرنب، وهنشوف مع بعض ازاي ان شاء الله. هنا الحله عشان هنبدا ان شاء الله نحشي ورق الكرنب قدامكم ان شاء الله. انا حاطه فيها العروق اللي هي طلعت من الكرنب من الورق نفسه، علشان الحله عندي هنا ألمونيا. لو الحله عندك انت ديفال اللي ما بيلزقش مش هتحتاجي تحطي حاجه في القعر بتاع الحله يعني. هنبدا كده بسم الله قدامكم، بسم الله بالطريقه دي. الورقه نحطها كده على الايد، ودوت الرز بعد ما برد تماسك مع بعضه شويه. نحط مقدار مش كبير يعني الرز مش كتير علشان الصباع ما يبقاش مليان قوي ولا يبقى تخين. نبدا نلف بالطريقه دي كده. احنا هنا رصينا ورق الكرنب فوق بعضه لو انتم ملاحظين، علشان بيسهل بيبقى بسرعه يعني. ما اقعدش ادور بقى على ورق واقص وانا بشتغل، لا ابقى مجهزه كل حاجتي من الاول. وبعدين احنا في الحله هنا بنرص بالطريقه دي، طريقه جنب بعضه بالطريقه دي جنب بعضه. ممكن تلفيه بقى تعمليه مدور، ممكن مربع، حسب رصة ايدك انت.
احنا بنفرد الورقة على كف الايد كده، واهو زي ما حضراتكم شايفين سهل جدا. واللي مش هيعرف يعمل على ايده كده ممكن اوري لهم طريقة تانية كده. كده بس طبعا انا ما بحبش الطريقة دي. دي كده بالنسبة لي انا صعبة، بس بالنسبة لكم انتوا ممكن تكون سهلة اهي، برضو بيدي نفس النتيجة. انا بقى كده بتحكم اكتر على ايدي، بتحكم عشان الصباع يبقى ماسك نفسه وما يبقاش طري. بالطريقة دي كده ان شاء الله لحد ما نملى الحلة، وهنوريها لكم عاملة ازاي. طب يلا نصور بصور كده الحلة اهي اتملت، وان شاء الله بقت بالمنظر ده. ولما نيجي نسويها هنحط الشوربة تبقى ناقصة عن الرصة دي كده، يعني تبقى ناقصة رصة، يعني الشوربة كل حد هنا بس. وبرضه هوريكم ان شاء الله. كده هنبدأ نحط الشوربة واوريكم المقدار. نهز الحلة كده ونخليها كده قبل السطر الاخير بشوية صغيرين، ما نعومش المحشي ونخليه الشوربة فوقيه، لا يا دوبك تبقى للاخير كده زي ما احنا شايفين. محتاج حبة صغيرة اهو كده، يعني تبقى الشوربة على الصباع من اوله اللي هو ده من على الحرف زي ما احنا شايفين. مغطيش المحشي بالشوربة هيبقى كده طري، احنا عايزينه يكون الصباع ماسك نفسه كده. ده المحشي بقى بعد ما استوى هنكبه وهو سخن كده عشان ناكل، وبألف هنا اللي هياكل. وتعالوا تتغدوا معانا اهو.